90 دقيقة كانت كفاية تغير مستقبل لاعب كامل. محمد عبد الوهاب دخل نهائي أفريقيا 2005 وهو مجرد بديل، وخرج منه واحد من أهم لعيبة الأهلي. 19 من نوفمبر عام 2005 استاد القاهرة ممتلئ عن آخره. الأهلي بيواجه النجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباراة الأكبر وقتها. ومانويل جوزيه بدأ المباراة بجيلبرتو كالعادة في الجبهة الشمال، لكن بعد دقائق قليلة صدمة حصلت. جيلبرتو اتصاب وما قدرش يكمل، والأهلي اضطر يدفع بلاعب لسه ما أخدش فرصته كاملة، محمد عبد الوهاب. أي لاعب صغير كان ممكن يتوتر، أي لاعب كان ممكن يخاف من ضغط النهائي والجماهير، لكن عبد الوهاب دخل كأنه بيلعب المباراة دي من سنين. ثقة، سرعة، جرأة، وكأن اللحظة دي كانت مستنياه. بدأ يطلع وينزل على الخط طول المباراة، كل لمسة كانت بتقول أنا مكاني هنا، ولحد اللحظة اللي غيرت كل حاجة. عبد الوهاب استلم الكرة على الطرف الشمال، رفع راسه وبعت عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء. أسامة حسني قابلها بهدف رائع، واستاد القاهرة انفجر. في لحظة واحدة اللاعب اللي كان على الدكة بقى بطل الليلة، والجمهور بدأ يحفظ اسمه عن ظهر قلب. خلت استاد القاهرة الأهلي كسب البطولة 3-0 ورجع بطل أفريقيا بعد غياب سنين طويلة. لكن بالنسبة لمحمد عبد الوهاب دي ما كانتش مجرد بطولة، دي كانت شهادة ميلاده الحقيقية داخل الأهلي. من بعدها بقى عنصر أساسي، وجبهة الشمال بقت باسمه. لكن اللي جاي كان أكبر بكتير من مجرد التألق مع الأهلي، لأن مصر كلها كانت داخلة على حلم جديد، كأس أفريقيا 2006. الحلقة الجاية محمد عبد الوهاب بقميص منتخب مصر، وضربة جزاء خلت استاد القاهرة يهتز بالكامل.